لما نعمل ملوخية أحلى من بتاعة الشركات ولونها أحلى من بتاعة الشركات، يبقى نتفرج على الفيديو ده للآخر ونشوف بقى كل التركات والحركات بتاعة الملوخية الجميلة دي. هنغسل الملوخية كويس قوي 3 مرات بنفس الطريقة، نغمرها في المية ونصفيها ونفس الطريقة 3 مرات. عندنا هنا مية مغلية، بنحط نص معلقة من من بيكربونات الصوديوم، وننزل بالملوخية بتاعتنا، بنقلبها تقليبة كده فوق وتحت ونطلعها بالشكل ده. يعني دقيقتين، مش دقيقة، يعني ثواني، 3 ثواني تقريبا. نطلع بيها كده على مية بتلج. دي مية بتلج علشان تسرع من بردتها، علشان ما تستويش معانا. هنضربها بقى في الكبة بالشكل ده، وشايفين اللون تحفة روعة يا جماعة والله. شايفين لونها؟ هنحطها بقى في الأكياس بتاعتنا بالشكل ده، وهنبتدي نفرغ الهواء من الكيس، ومش هنربط الكيس، بلاش نربط الكيس. هنبتدي لو ربطنا الكيس هيدخل الهواء. هنفرغ الهواء ونتنيه لتحت، ونبتدي نحط الرز بقى الملوخية بتاعتنا في الفريزر. عندي بقى الطريقة التانية، طريقة الورق. غسلنا طبعا الملوخية وبنبتدي نجففها في حتة نظيفة كده، وبنسيبها شوية في المروحة كده او في التكييف تتهوى، بحيث ان ميبقاش فيها مية. بنحطها في الكيس وبنبتدي نفرغ الهواء بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. هنبرم الكيس كده عشان لو في حبة هوا ولا حاجة يطلعوا، وهنبدأ نربطه من فوق بالراحة خالص من غير ما ندخل هوا معانا. وعلى فكرة ممكن نعمله رول بالشكل دوت زي ورق العنب ما عملناه قبل كده، ونحطه في الفريزر عادي. بس انا عملته كده ليه؟ علشان تبقى يعني تكسيرها سهل، لان هي هتجمد معانا في الفريزر. تمام. عندنا بقى الشوربة، شوربة مغلية. الشوربة بتكون مغلية، ما بطلعش الملوخية الا لما الشوربة تغلي على النار. وهنزل بشوية توم صغيرين، وهبدأ ان انا افككها في الشوربة المغلية كده لحد ما تغلي معانا. طشة بقى بتاعت التوم وشوية كزبرة حلوة كده، والتركاية بقى بتاعت الكاتشب، معلقة كاتشب كده بتدي طعم رهيب. جربوها يا جماعة وادعولي. عملنا الطشة بتاعتنا كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ دي مجمدة مفرزة. شايفين؟ احلى ملوخية مفرزة لاحلى متابعين واحلى حبايب. وبالهنا والشفا. ومتنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو.